المشاهدون الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية والمسهل بالعناوين. تعليمات للحد من أمراض نقص اليود في إقليم عسبة. أوضاع مبشرة للمزارع في قارورة. بدء خدمات التخزين البارد للمنتجات الزراعية في ألبو. بعد أسبوعين من اختطافهم إطلاق سراح حوالي 300 تلميذ في نيجيريا. الرئيس الصربي يقول إن محاولة الناتو تدمير بلاده قد فشلت. ومقتل 7 على الأقل جراء السيول والانهيارات الأرضية في البرازيل. السلام عليكم ورحمة الله. تم تقديم التعليمات لإدارات المديريات في إقليم عسبة لتنفيذ برامج الوقاية من الأمراض الناجمة عن نقص اليود وعواقبها. وشدد المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية العقيد تصفى زينجرما في الاجتماع الذي عقد في كرن يوم 22 من مارس بمشاركة مدراء المديريات ومسؤولي المؤسسات الصحية على أهمية اليود في الصحة، داعيا للعمل البناء لإنجاح البرنامج الموضوع على المستوى الوطني. وقال مسؤول قسم التغذية في مكتب الصحة في إقليم عسبة السيد عبد ميكائيل كفلي إنه يمكن إضافة اليود إلى الملح للوقاية من الأمراض الناجمة عن نقص اليود. ووفقا للإرشادات المقدمة سيتم توزيع منشورات على المعلمين والطلاب تشرح أهمية اليود وتأثيرات نقصه على الإنسان والماشية، والقيام بأنشطة توعية مستمرة حول أضرار نقص اليود على الماشية، وتنظيم محاضرات لأصحاب الفنادق والمطاعم. واقترح المشاركون ضرورة أن يكون هناك أماكن محددة لبيع الملح المخلوط باليود والسيطرة على تجار الملح غير القانونيين. وأوضح مسؤول مكتب وزارة الصحة في إقليم عسبة الدكتور هينوك صهية إن وزارة الصحة تعمل منذ فترة طويلة على الحد من عواقب نقص اليود. يذكر بأن لجنة قد شكلت في إقليم عسبة مكونة من أقسام إدارات الإقليم والوزارات والاتحادات الوطنية لمكافحة الأمراض الناجمة عن نقص اليود. ذكر المزارعون في ضاحية مهمهم في مديرية قارورة إن مزارع ملاعيت ومناطق أخرى التي يتم تنميتها بالري الفيضي في وضع مبشر. وأوضح مسؤول الزراعة في المديرية السيد آدم صالح وجود حوالي 32 ألف هكتار من الأراضي الزراعية في المديرية، لكن حوالي 1000 هكتار في منطقتي ملاعيت و200 هكتار في منطقة حبل قطين توجد في وضع مبشر. وأفاد بأن مزارع ملعيت الواقعة على بعد حوالي 20 كيلومترا من أمهامهم يتم ريها من سيول الأودية الكبيرة الجارية من نقفة وعنبربب وتبح، وكانت قد دمرت جراء السيول القوية في شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين، وتمت حراثتها من جديد لتصبح حاليا في وضع جيد. وأشار مدير مديرية قارورة السيد إدريس علي إلى إمكانية حصاد محصول جيد هذا العام بفضل الأمطار الشتوية الجيدة والسيول المتدفقة من الجبال، فضلا عن أوضاع جيدة للمراعي. وتتمتع مديرية قارورة بأراضٍ واسعة وخصبة يمكن زراعتها بالقطن والأنشطة الزراعية الأخرى إلى جانب زراعة الذرة. أفاد مدير مخزن التبريد في ألبو بمديرية هيكوتا إن بدء خدمات التخزين البارد يسهم بشكل كبير في الحفاظ على المنتجات الزراعية والصلصة المحضرة في مصنعي باناتوم وأفيمبول. وأوضح المهندس صالح حامد لوكالة الأنباء الإريترية إن المستودع الحديث الذي يضم 3 مراحل تبريد يضم أقسام تبريد لتخزين الخضار والفواكه المصنعة وغير المصنعة، بالإضافة إلى منتجات الألبان واللحوم والأسماك. وذكر مسؤول وحدة الكهرباء الملازم دموسك براب إن المنتجات الزراعية كانت ترسل إلى أماكن أخرى للتخزين قبل بدء مخزن التبريد للخدمات، ويتميز المخزن البارد بوجوده في مواقع المشاريع الزراعية والمصانع. وقال مدير مصانع باناتوم وأفيمبول المقدم تكي ولدو إن الصلصة المصنعة في مصنعي باناتوم وأفيمبول ستجد مستودع تخزين مناسب حتى التوزيع مع بدء خدمة التخزين البارد. اتخذ سكان ضاحية عد مرهو في مديرية مايمنة مبادرة لتخفيف مشكلة النقص في الفصول الدراسية.
وأوضح مدير مدرسة عبدمره الابتدائية الأستاذ مرهاوي تخلولد بناء فصلين دراسيين جديدين مشيدا بالدعم المجتمعي للمعلمين. وذكر أعضاء لجنة المدرسة أنهم قاموا بالفعل ببناء سور للمدرسة بقدراتهم الذاتية، وسيواصلون أنشطة التعبئة لسد النواقص في المستقبل. من جهة أخرى يقوم سكان عبدمره بأنشطة نفير لحماية التربة وحفظ المياه وصيانة الطرق الترابية. عقدت شرطة مديرية صنعاء سمينارا تنويريا حول القانون لطلاب مدرسة السوير الثانوية. وأوضح قائد مركز شرطة المديرية الملازم كفلة تسفيوناس أهمية القانون ودور الشباب في مكافحة الجريمة. وقال إن الاحترام المتبادل وعدم الرغبة فيما ليس لك والأخلاق الحميدة من القيم المميزة لشعب إريتريا، مضيفا إن نقل هذه القيم إلى الجيل القادم هي مسؤولية كل مواطن. ودعا مدير مدرسة السوير الأستاذ هبتاي قبر مسقل على مواصلة مثل هذه السيمينارات لإسهامها في بناء مواطن ينبذ الجريمة. من جانبهم أشار المشاركون إلى أن مثل هذه السيمينارات القانونية التوجيهية يجب بدءها من مرحلة رياض الأطفال والابتدائية للمساعدة في الحد من حوادث المرور. بعد الفاصل سادتي يعود بالأخبار الخارجية. أعلن مسؤولون محليون نيجيريون عن إطلاق سراح حوالي 300 تلميذ نيجيري بعد أكثر من أسبوعين من اختطافهم من مدرستهم في ولاية كادونا شمال غربي البلاد. ولم يذكر حاكم ولاية كادونا أوباساني أي تفاصيل عن إطلاق سراح 287 طالبا الذين اختطفوا من مدرستهم في بلدة كوريغا النائية في 7 من مارس، وأعمار 100 منهم على الأقل 12 عاما أو أقل. وفي بيان له شكر حاكم الولاية الرئيس النيجيري بولا تينوبو، وبالأخص لأن الرئيس ضمن إطلاق سراح أطفال المدرسة المختطفين دون أن يصابوا بأذى. وكان الرئيس تينوبو قد تعهد بإنقاذ الأطفال دون دفع سنت واحد كفدية، لكن عادة ما يتم دفع الفدية مقابل عمليات الاختطاف، وغالبا ما يتم ترتيبها من قبل عائلات المختطفين، ومن النادر أن يعترف المسؤولون في نيجيريا بدفع الفدية. قال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش في حدث تذكاري يقيم بمناسبة الذكرى 25 لقصف الناتو ليوغوسلافيا إن صربيا لن تتنازل أبدا عن مقاطعتها كوسوفو وميتوهيا، ولن تنضم إلى حلف الناتو. وتجمع الناس في بروكويلي على بعد حوالي 260 كيلومترا جنوب بلغراد لإحياء ذكرى ضحايا عمليات القصف التي شنها الناتو. فقد أعلنت كوسوفو استقلالها من جانب واحد عن صربيا في عام 2008، وترفض صربيا ذلك وتعتبر كوسوفو إقليما تابعا لها. أدت السيول والفيضانات الناتجة عن سقوط الأمطار الغزيرة إلى مقتل ما لا يقل عن 7 أشخاص في مدينة بيتروبوليس في ولاية ريو دي جانيرو في البرازيل. وتمكن رجال الإنقاذ من انتشال 5 أشخاص أحياء من بينهم طفلة تبلغ من العمر 4 أعوام من بين أنقاض منزل تداعى بسبب الانزلاق الأرضي. وهطل في بيتروبوليس التي تقع في المنطقة الجبلية بولاية ريو دي جانيرو أكثر من 321 ملم من الأمطار خلال 24 ساعة حسب المركز الوطني البرازيلي لرصد الكوارث الطبيعية والإنذار. ويعادل هذا القدر من المياه معدل كمية الأمطار المتوقعة في المدينة خلال شهر مارس كاملا من كل عام. وحذر مركز الكوارث من إمكانية استمرار هطول الأمطار.
انطلق صاروخ روسي من طراز سيوز من محطة الفضاء الروسية في كازاخستان حاملا 3 رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية. وجاء الإطلاق الناجح دون تسجيل أي مشكلات تقنية، وذلك بعد يومين من إلغاء عملية إطلاقه باللحظات الأخيرة. ويحمل الصاروخ رائدة الفضاء الأمريكية تريسي دايسون التابعة للإدارة الأمريكية الوطنية للملاحة الجوية والفضاء ناسا، والرائد الروسي أوليغا نوفيتسكي، والرائدة البيلاروسية مارينا فاسيليفسكايا. وقال رئيس وكالة الفضاء الروسية يوري بوريسوف إن سبب إلغاء الإطلاق هو انخفاض الجهد في مصدر الطاقة. أختم النشرة بتذكير بالعناوين. تعليمات للحد من أمراض نقص اليود في إقليم عنزبة. أوضاع مبشرة للمزارع في قارورة. بدء خدمات التخزين البارد للمنتجات الزراعية في ألبو. بعد أسبوعين من اختطافهم إطلاق سراح حوالي 300 تلميذ في نيجيريا. الرئيس الصربي يقول إن محاولة الناتو تدمير بلاده قد فشلت. ومقتل 7 على الأقل جراء السيول والانهيارات الأرضية في البرازيل. انتهت نشرة أخبار المساء قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإلكترونية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.